ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه جامده جدا. هنعمل مع بعض الرز المعمر الحلو. هنعمله بطريقه سهله قوي لكل اللي بيفشل معاهم الرز المعمر ومش بينجحوا فيه. انا النهارده هخليكي تبقي استاذه فيه. هنعمله بكل سهوله. هنا جبت عندي 3 كوبايات رز قدامهم 4 كوبايات لبن، زبده، كوبايه سكر، مكسرات يعني حسب الرغبه. عايزة تحطي مكسرات مش عايزة تحطي براحتك، والمكسرات اللي انت عايزاها، وفانيليا وقشطة للوش، يعني هحطها على الوش خالص عشان تدي لون حلو للوش. هنا جبت عندي 3 كوبايات رز، نقعتهم حوالي ربع ساعة. اهم حاجة النقع ده عشان الرز يستوي، لان الكل بيشتكي مثلا الرز مش بيستوي في الفرن كده. لا، انت نقعيه قبليها بربع ساعة هيبقى مظبوط جدا معاكي وهيستوي اسرع. وصفيتهم، وبعد كده بقى حطيتهم في الطاجن او البايركس اللي انت هتعملي فيه، وحطيت عليها الزبدة. هحاول بقى اغلف الرز بتاعي كله بالزبدة كويس جدا، يعني الرز كله يوصله الزبدة عشان يطلع معايا مفلفل كده مش معجن. هنا كانت الزبدة عندي مجمدة شوية، فضلت اسيح فيها بايدي لحد ما ساحت. وحطيت عليها المكسرات، زبيب وبندق، انت ممكن تحطي زبيب وسوداني اللي انت حباه، المكسرات على حسب اللي انت عايزاه. وفي تركة مهمة جدا جدا برضو، اللبن انا حطيته لحد ما غلي على النار وطفيت عليه. اهم حاجة يغلي عشان برضو يساعد ان الرز يستوي، يعني يستوي اسرع. ودوبت فيها السكر بتاعي والفانيليا، السكر حسب الرغبة. انا هنا حطيت كوباية الا ربع من السكر، وحطيت فيها الفانيليا. ممكن لو بتحبي القرفة تحطي برضو في اللبن قرفة، هيبقى حلو قوي. هنا انا حطيت الفانيليا والسكر والمقدار برضو زي ما تحبي. ممكن تعملي مثلا كوباية الرز عليهم 3 كوبايات لبن، يعني احنا كوبايتين الرز عليهم 3 كوبايات لبن، 3 كوبايات رز عليهم 4 كوبايات لبن. لازم اللبن يكون مغطيلي الرز كفاية علشان يعني يستوي وكده. ما تتخضوش من شكل السمنة اللي على الوش، هي بتطلع على الوش كده. ف... فتمام كده خلاص. صينيتي جاهزة ان هي تدخل الفرن. كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، ومشغلاه قبليها بساعة عشان الفرن يبقى سخن، وان هو ما ياخدش وقت في الفرن. وحطيت بقى القشطة بتاعتي على الوش كده زي ما انتوا شايفين عشان تديني لون حلو. وبعد كده رحت مدخلاها الفرن. شايفين شكلها تحفة ازاي وهي بتتعمل. انا ما شغلتش عليها الشواية، هي احمرت كده من الفرن يعني، محتاجتش ان انا اشغل عليها الشواية خالص. شايفين بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن، تحفة جدا بجد، جربوه. يعني تغيير كده وحلو قوي. وخلاص بقى كده الرز معاكي المعمر هيطلع ناجح 100%. بس وما تنسوش بقى تعملوا لايك واللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل وصفاتي الجديدة. بصوا شايفين الجمال، شايفين بصوا تحفة ازاي، بجد ندمان اللي مش هيجربه.